أخبار الزمالك، أخبار رياضه المصرية. صباح الفل على كل اصدقائي، بحييكم تحيه كبيره. جمهور نادي الزمالك العظيم، اضرب لايك محترم عشان يوصل لك كل جديد، وبحييكم تحيه كبيره جدا جدا. توقع معانا مباراه الزمالك واتحاد العاصمه نهائي الكونفدراليه الافريقيه موسم 2026. كل التوفيق لنادي الزمالك. عشان كده بقول لك اضرب اللايك يا محترم عشان يوصل لك كل جديد في حلقه النهارده. اول حاجه في حلقتنا النهارده زي ما احنا عارفين المباراه الساعه 9 استاد القاهره. هيعلق على المباراه على البين سبورت الكابتن او الاستاذ الكابتن عصام الشوالي والحكم الجابوني اتشو. كل التوفيق للملكي باذن الله في نهائي الكونفدراليه امام اتحاد العاصمه. عاوز تعرف تشكيل نادي الزمالك المتوقع؟ هيبقى في حراسه المرمى المهدي سليمان، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد والونش واحمد فتوح، دول في خط الظهر. محمد شحاته والسعيد وادم كايد، وخط الهجوم خوان بزيره وعدي الدباغ وناصر منسي. عايز اقول لك ان الكابتن معتمد جمال هيعمل محاضره فنيه اخيره والتحرك مبكر لاستاد القاهره، ويضع الرتوش النهائيه قبل موقعة اتحاد العاصمه. وانا الجهاز الفني نادي الزمالك بقياده معتمد جمال ترتيباته النهائيه استعدادا للمواجهه. ويعقد معتمد جمال جلسه فنيه او محاضره فنيه اخيره مع لاعبي الزمالك الساعه 6:30 في محاضره فنيه اخيره للاعبي نادي الزمالك، والساعه 7 هيتحركوا مبكرا الى استاد القاهره. كل التوفيق لهم باذن الله. كل التوفيق لنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك العظيم عمل حاجه كويسه جدا جدا، بقاله دلوقتي من الاسبوع الماضي بيحضر لدخله محترمه جدا جدا. واخر ايام المحاضره او الدخله كانت يوم الاربعاء الماضي. كان عاوزين يعملوا دخله محترمه جدا جدا، وتهدف جماهير 100 عقبه طبعا اظهار عراقه النادي في الدخله، زائد تسليط الضوء على ابرز النجوم التاريخيين في القلعه البيضاء. دول اللي هم عاوزين يعملوه. وبدات جماهير الزمالك في الاعداد لدخله نهائي الكونفدراليه منذ الاسبوع الماضي، حيث انهم حضروا الى استاد القاهره الذي يحتضن اللقاء مرتين، اخرها يوم الاربعاء الماضي. كل التوفيق لهم باذن الله. برضه الكاف هنا بينبه على نادي الزمالك، مش عاوز اللي حصل قبل كده في نهائي الكونفدراليه الماضيه اللي فاز بها نادي الزمالك، وحذرهم وبعت لهم جواب رسمي وقال فيه بعض النقاط، وقال لهم انا مش عاوز بعض المشاكل والهرج والمرج داخل الاستاد في حاله فوز نادي الزمالك. ان شاء الله يفوز بنادي الزمالك. وبيتكلم طبعا على ان برضه في حدث خطأ على الموقع الالكتروني للاتحاد الافريقي بشان الجوائز الماليه. الجوائز الماليه 4 مليون دولار للفائز المركز الاول، ان شاء الله باذن الله يكون نادي الزمالك. المركز الثاني هيبقى مليون دولار فقط وليس 2 مليون دولار، هيبقى مليون دولار فقط. فعلى نادي الزمالك عشان يحل ازماته الماليه ومشاكله انه يقدر يفوز النهارده عشان تقدر تحل ازمه ايقاف القيد. برضو الخطاب برضو فيه اختار لنادي الزمالك ان المباراه في حاله التعادل. احنا مغلوبين هناك 1-0، لو فزنا هنا ان شاء الله 1-0 يبقى هنا التعادل، يبقى انت تلعب بركلات ترجيح، مفيش وقت اضافي. فاتمنى من لاعبي نادي الزمالك ونادي الزمالك والجماهير ان شاء الله تبقى في تكاتف كده ونقدر نخلص المباراه 2-3 عشان نقدر نخطف اللقب باذن الله. خد بقى اخر خبرين من النادي الاهلي. اول خبر، النادي الاهلي بيحصل على 1.5 مليون يورو نظير تفعيل برشلونه شراء حمزه عبد الكريم خلال ايام قليله قادمه. برضه في خبر تاني، والاهلي بيجهز صفقه قويه جدا جدا. طب ايه الصفقه وايه القصه وايه الحكايه ايه الروايه؟ كابتن حسام حسن منذ فتره كده ضم لاعب مصري محترف في ريال اوفيدو. اللاعب دوت لفت الانتباه، لاعب مصري. اللاعب دوت هينضم الى النادي الاهلي بحوالي 800 الف دولار، بيلعب في نادي ريال اوفيدو، والفريق ده هبط للدرجه الثانيه، وبقى ان هو يقدر النادي الاهلي يحصل على توقيعه خلال الفتره القادمه. بقى سهل جدا مع هبوط فريقه الى الدرجه الثانيه. اللاعب ده قيمته التسويقيه حوالي 1.5 مليون دولار، انما النادي الاهلي يقدر يحتفظ بالحصول على موافقه اللاعب في الساعات القليله القادمه. دي من صفقات النادي الاهلي الجديده، واعتقد ان هو جناح مميز جدا جدا واضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي. اتمنى لو نادي الزمالك يقدر يخش في الصفقات اللي زي كده، ده يعني اعتقد ان يرفع من قيمه اللاعب خوان بزيره، واخوان بزيره يرفع من قيمه اللاعب، وتبقى جبهه مميزه جدا جوه نادي الزمالك. بشكركم على حسن المتابعه، واتمنى لكم يوم جمهور، لان الزمالك النهارده الفرحه والنصر على اتحاد الجزائر. عشان كده اتمنى انت تدعم الصفحه وتضرب اللايك عشان يوصل لك باذن الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.